هيا بنا نلعب. أهلا وسهلا جريم، أهلا أهلا. أوكي يلا بينا. سؤالنا النهاردة السؤال الصعب اللي لمس كل حد فينا: إزاي أعيش بسلام مع حاجات وأشخاص مستحيل تتغير؟ فعشان اجاوب لكم على السؤال ده بقى قعدت افكر ومخمخ فيه طول الفتره اللي فاتت وشويه ازود حته ونقص حته وافكر في حاجه فاضيف. فيعني ايه، بقى لنا اسبوعين ما تقابلناش. بس يعني ايه، المحاضره دي هتبقى دسمه شويه، الا انها هتكون في سياق الساعه عشان نجاوب على السؤال ده. فحبيت ان انا اعمل ايه، افصص السؤال الاول. يعني ازاي اعيش بسلام، هو ايه معنى السلام؟ لان السلام دي كلمه كليشيه شويه، وفي ناس بتفهمها غلط، ان هو ممكن اعيش بسلام ده يعني ما احسش، يعني ما ازعلش، يعني ما اعيطش، يعني ما احزنش، يعني ما اغضبش. لا، السلام لا يتعارض وهنتكلم فيه شويه. فكيف السبيل؟ فدي هنقولها في 5 خطوات ان انا ازاي اعيش في سلام مبدئيا كده. في العموم الحاجات دي بتشمل ايه؟ يعني اعيش في سلام مع حاجات واشخاص. الحاجات والاشخاص دي بتشمل ايه في جوانب حياتنا؟ فهجيبها لكم بمواقف مختلفة في 6 جوانب من حياتنا. خلاص. وبعدين نروح للجزء الثالث في السؤال: حاجات مستحيل او اشخاص مستحيل تتغير. ازاي اعيش بسلام مع حاجات او اشخاص مستحيل تتغير؟ هو فعلا مستحيل ولا ينفع يتغيروا؟ فهناخد 3 اسئله. ال3 اسئله دول لما اسالهم لنفسي هبقى عارفه هل هو الموضوع قابل للتغيير ولا برايه، وهل هو فعلا مستحيل ولا ينفع يتحقق. وبدل ما اشرح لكم زي في المحاضرات اللي فاتت، احنا عاملين لو انتوا اول حد يعني اول مره يحضر معانا النهارده، فاحنا عاملين 11 محاضره مجانيه فاتت برضو اجابات عن تساؤلات كلها مهمه جدا. ف ف- في اغلب المحاضرات بحب امر على مختلف مدارس علم النفس، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان انا يعني درست كل مدرسه لوحدها بشكل متخصص، وبدرسها بشكل كامل بقى وتام في ماجستير في علم النفس. ف فدايما بحب اجيب لكم ايه المدرسه دي بتقول ايه والمدرسه دي بتقول ايه. بس النهارده مش هجيب لكم ده، انا هجيب لكم المدارس اجتمعت، مدارس علم النفس كلها اجتمعت على 4 نقاط في الموضوع ده. وفي الاخر هنتكلم زي بقى كل مره الحل في خطه كده محكمه لكيفيه التعامل في 6 خطوات. يلا بينا. قولوا لي يلا بينا وانا ابتدي على طول. يلا قولوا لي في الشات جاهزين. هتقولي لي جاهزين، هتقولي لي ابتدي، هروح مبتديه على طول. جاهزين، يلا. يلا بينا. يلا بينا. اوكي. اوكي هيا بينا نلعب. فتعالوا نفصص السؤال: ازاي اعيش بسلام مع حاجات او اشخاص مستحيل تتغير؟ لما عملت فيديو الصبح بالسؤال ده وقلت غشوني الاجابه، كذا حد كتب سؤال صعب. ايه هو السلام؟ السلام مش زي ما احنا عارفين اللي هو ايه، مش ان الازمات تختفي، او ان انا ما يبقاش عندي مشكله في حياتي، او ان فلانه دي عايشه في السلام النفسي بقى والسلام الداخلي والسلام السلام السلام. عارفين الميكروباص لما بيبقى بينده السلام كده؟ ف ونقعد نتريق وناخده في حته ان هو ما فيش حد عايش في سلام وده فين ده ان شاء الله. فهو اساسا بادئ ذي بدء. السلام ده ان انا اعيش في سلام مع حاجات واشخاص مضايقاني، مش معناها ان انا مش عايش في ازمات، ومش معناها ان انا ما بزعلش وما بحزنش وما بغضبش. لا، هي بس عايش في سلام، يعني بمنع الازمات والاشخاص والاحداث دي من ان هي تسرقني وتسرق قلبي وتغيرني وتاخدني بره مسار الحياة غصب عني. بس هو ده السلام، هو شعور وقرار. فهو السلام هنا ان انا قلبي يبقى ثابت نسبيا، قلبي، والقلب ده بيتعلق برب العالمين. فحتى مدارس علم النفس كلها ما بتتكلمش عن القلب. فإن أنا قلبي يبقى ثابت نسبيا برغم اختلاف الظروف. هو ده اللي أنا لما بقول إزاي أعيش في سلام مع أشخاص أو أحداث مستحيل تتغير. فمحتاجين الأول إن إحنا نفهم ده، يعني إيه أعيش في سلام. فإن أنا ما أقولش مش هسمح ان ده يحصل، مش هسمح ان ده يحصل لي، مش هسمح ان البني ادم ده يتجاوز معايا. هو ممكن يتجاوز وممكن يحصل لنا حاجات صعبة في حياتنا غصب عننا وتتفرض علينا. فإن أنا أقبل إن ده جزء من حياتي. وحتى لو اللي حوالينا شايفين أخوكي مثلا بيأذي نفسه بحاجة، أو شايفة ابنك ما بيسمعش الكلام وهيضر نفسه بشكل ما،
محتاجين حتى ان احنا نقبل للآخرين ان هو عايش قدره، هو عايش قصته بحلوها وبوحشها. فادي كده اول حاجة علشان نحقق السلام، الجزء الاول من المعادلة في اسئلتكم النهاردة، سؤالكم النهاردة. اول حاجة ان انا اشوف الواقع زي ما هو زي ما قلت لك 5 خطوات. اول واحدة فيهم عشان هسألكم ان انا اشوف الواقع زي ما هو. يعني ايه زي ما هو؟ يعني مش زي ما انا متمنياه. كلنا بنبقى متمنيين ان عيالنا يبقوا فله قله لله، عيال ما فيش منهم تاني، متربين احسن تربيه، ماشيين على الصراط المستقيم، ما بيغلطوش ما بيعملوش، في التمرين بيبقوا اعلى المراتب، في المدارس بيبقوا، كلنا. فده الواقع كما نتمناه. كلنا حاطين ليبلز كده. اب يعني امان وسند وظهر وكده. ام يعني رحمه وحب غير مشروط. اخ يعني اخ، ده الواحد لما بيتخبط بيقول اخ. كلها حاجات كما نتمناها او كما نخافه. يعني ايه كما نخافه؟ يا خبر ابيض، ده اخر حاجه في الحياه، ده ابتلاء فقد الابن، ده حاجه صعبه جدا، يا لا يا لا، ما اقدرش استحمله. ده فقد الاب، ده يا ساتر يا رب ما اقدرش استحمله. كلنا ربنا يعافينا جميعا وجعلنا عبيد إحسان مش عبيد امتحان. بس كلنا معرضين لأي حاجة في الدنيا. فإن احنا نشوف الواقع كما هو. كما هو يعني ايه؟ يعني احنا في دنيا دار ابتلاء، والتغيير هو الجملة العظيمة اللي بنسمعها تقريبا كل يوم، هو الثابت. احنا من شوية بدأنا، عدى 10 دقايق في حاجة اتغيرت. من شوية كنا بنقول بداية السؤال، دلوقتي بدأنا نفصص والموضوع اختلف، حصل تغيير. فالتغيير هو ده الثابت. طيب خلاص، اشوف الواقع وانا مراعيه حاجتين: مش زي ما انا متمنياه زي ما هو، ومش زي ما انا خايفه منه. لا، لما هيحصل الفقد اللي انا خايفه منه، فالابتلاء بيجي بلطف من رب العالمين، فبنقدر نتجاوزه بشكل افضل من كل تصوراتنا. لكن لو احنا اللي مسيطر علينا الخوف، فبنحول الحزن ده لمعاناه. فده اول حل للوصول للسلام. فلو احنا بنعمل ده، يبقى احنا عاملين خطوة من 5 خطوات. تاني حاجة، التمييز ما بين what I can control what I cannot control. التمييز ما بين اللي في ايدي وفي ملكي ان انا اعمله، ما املكه، وما لا املكه. فالحاجات اللي تحت سيطرتي: افكاري، مشاعري، ردود افعالي، قراراتي، استجابتي للاستفزاز او للاذية، اجتهادي وشغلي على نفسي، اجتهادي في التربية مع أولادي، واجتهادي في إن أنا أفهم نفسي وتتفضلوا عليا بحضور سيشن زي دي، وتاخدوا من وقتكم وتقعدوا تسمعوا، عشان استثمارا في نفسكم واجتهادا لنفسكم. كل ده أملكه. يعني لما عايزين اهو تدخلوا المحاضرة دي، شفتوا المحاضرة الساعة كام، عاملين فولو البيج، واحدة اسمها نهى زهرة عملت محاضرة، والله ظبطت المنبه، دخلت المحاضرة، كل ده بتاعي، كل ده ملكي، كل ده بقراري. اي جملة هتنور في دماغي نورت في دماغي عشان اخد القرار ده فعجبتني، فهاخد قرار ان انا هاخد في حاجة في حياتي. كل ده بتاعي، املكه. فكل ده تحت بند السلام. كل ما انا بعمل ده، انا في طي ان انا، او في سبيل السلام. وادراكي للحاجات اللي مش تحت سيطرتي. يعني ايه؟ حاجه حصلت في الماضي، موقف اذى حصل من حد في الماضي انا مش قادره انساه، فبيعكنن عليا الحاضر وبيضيع اليوم اللي انا هتحاسب عليه. اليوم اللي احنا بنصحى الصبح كده نقول الحمد لله الذي احيانا. احيانا ليه؟ عشان حضرتك ليكي دور، عشان تقومي تشوفي وراكي ايه، او حضرتك تقوم تشوف وراك ايه، تسعى على رزقك وتسعى على شغلك وعلى عيالك وعلى مراتك. فالحياة اللي مش تحت سيطرتي، كل اللي حصل في الماضي ما اقدرش ارجعه وما اقدرش اغيره. اختيارات الاخرين، ان مثلا تلاقي ابنك عايز يتجوز واحدة انت مش راضية عنها، او اختك حبت واحد انت مش عاجبك، او اختيارات الاخرين برايا. طول ما بحرق بنزين في ما لا املكه، طول ما انا فاقده السيطره على اللي انا املكه. انا ماليش تحكم في الاخرين، ماليش تحكم في قرارات الاخرين. عارفين لما بنبقى قاعدين في قمة السعادة ونقول يا ريت الزمن يقف؟ ماليش تحكم في الزمن، الزمن بيتحرك. من شوية قلت لكم 7 و5، بقت 7 و8 دقايق غصب عن عيني. طب حد فينا يقدر يوقف آلة الزمن؟ برايا. الموت برانا، اي حد ممكن يموت في اي لحظة.
ومحدش عارف ميعاده امتى وساعته امتى. لو انا ما ادركتش الحاجات اللي برايا، الحاجات التي لا املكها، وحرقت فيها بنزين، بيحصل ايه؟ بيحصل مني ان انا بتفلت الحاجات اللي املكها بقى، زي سلوكيات، ردود افعال، كلام، غضب شديد، معرفش ايه. فبروح بقى نتائج افعالي اني لا املكها. يعني خلاص، لو انا طلع مني كلام غصب عني، طلعت سر غصب عني، عملت حاجة انا مش عارفة املك نفسي فيها، بيحصل ايه بقى؟ بتروح نتائج افعالي لجزئية الحاجة اللي انا خلاص مش عارفة المها بقى تاني، خلاص مش عارفة الم الموضوع. زي على ذكر الماتش مثلا اللي فات، فلما استفزوا مثلا حسام حسن، فعمل ايه؟ تف. هو اتعصب جامد، فخلاص هو التفه طلعت خلاص خلاص. نتائج بقى الموضوع ده كانت ممكن يتعمل ترند ضده، وممكن يتعمل ترند لصالحه، بس هو النتائج ايا كانت بوزيتيف او نيجاتيف براه. خلاص هو عمل اللي عمله وخلصنا. ليه؟ عشان ما عرفش يسيطر، ماشي يسيطر على مشاعره، فراح عامل تصرف، وانت وحظك بقى النتائج دي طلعت براك، طالما انا ما حكمتش اللي املكه ومش عارفه ايه اللي املكه. فالتمييز ده لوحده بيخفف كتير من الاستنزاف. استنزاف يعني ايه؟ حرق وهلك بنزين على الفاضي. كأننا بالظبط لو اعتبرنا نفسنا العربية بتاعتنا، كأنكم واقفين راكنين رافعين الهاند بريك وحاطين دايسين رجليكوا على البنزين، جايبين اخر البنزين وعمالين تحرقوا في البنزين. اللي هيعدي من جنب العربية هيقول عليكم ايه؟ لو انتوا بتعملوا كده، اللي هيعدي من جنب العربية وشايفكم بتعملوا كده هيقول ايه؟ ايه يا جماعة، جننتوا ولا إيه؟ في حاجة ولا في مشكلة؟ مجانين. فالكلام يبان سهل، بس هو فعلا لو انا مش مدركه الفرق، التمييز ما بين اللي تحت دايره تاثيري واللي بره دايره تاثيري، فده لوحده يعني احد العواميد المهمه في الوصول للسلام، وان ابعد عن استنزاف طاقتي، ان طاقتي تبقى مهدره في الولا حاجه. تالت حاجه واهم حاجه، السماح لمشاعري بالتواجد. مش معنى ان انا اعيش في سلام اني ما ازعلش، لا ازعل. مش معنى ان انا اعيش في سلام ان لما حد يتعدى حدوده معايا اني ما اغضبش، لا اغضب. امال المشكله فين؟ المشكله لما بنتحول ان احنا نبقى اسرى للمشاعر دي، ادخل جوه الشعور ده وافضل قاعده فيه. يعني لو نقول مثلا على المنتخب، على ذكر المنتخب عشان نقيس يعني في الموضوع ده، اهو دي حاجه اتفرضت عليهم مستحيل تتغير، مش هينفع يرجعوا الماضي. واتظلموا في ماتش الارجنتين، والحكم والقصه والحكايه والروايه. خلاص خلصنا، عملنا اللي علينا، ادينا بافضل طريقه، زعلنا شويه، واحنا خلاص اولموست، الكلام ده كان الاسبوع اللي فات، اولموست خلاص نسينا الموضوع. لكن تخيلوا لو هم فضلوا قاعدين اسرى للمشاعر دي، خلاص هم كده بيحكموا على نفسهم بنفسهم ان هم يقفوا عند الحدث ده، بس الدنيا ماشيه، والدنيا بتتغير، والدنيا بتتحرك. واللي ظلم عادي، كنت 900 ألف واحد بيظلم كل يوم في كل حتة في كل المجالات. تعمل ايه؟ خلاص موقف وعدى، اطلع بالدرس المستفاد وكمل. رابع نقطة وأهم نقطة للوصول للسلام، الجزء الأول من السؤال، إزاي كيف السبيل إلى السلام مع أشخاص وأحداث اتفرضت عليا مستحيل تتغير؟ أعمل إيه؟ رابع حاجة إن أنا إعادة بناء المعنى. إحنا كل حد موجود في الحياة لسبب، وعشان يدي معنى معين. يعني خلينا ناخد على مثال المنتخب. هو لما مسك علم فلسطين، بصوا المعنى اللي وصل. هو ممكن يلعب كورة عادي، ممكن يتعصب عادي، ممكن يعمل التفاصيل بتاعت ماتشات الكورة اللي انا ماليش فيها اصلا. بس لما في عز ما الناس في الحالة دي وفي المشاعر دي وفي اليوفوريا دي، راح ماسك علم فلسطين. توقيت ممتاز، بيوصل رسالة، معنى. فلما بنقول معنى، انا بكلمكم جسمي اشعر ان انا ايه دوري في الحياة، ايه الرسالة. لان لو هو طلع من حياته بالرسالة دي، كفاية. فدايما إعادة بناء المعنى، لازم أنا أخلي بالي عليا، أخلي بالي على اللي أحكمه، اللي أملكه،
عشان انا ليا معنى وليا دور وليا رسالة من وجودي في الحياة. لو لسه ما اكتشفتهاش فانا محتاجة اكتشفها. وممكن الرسالة دي تكون ابسط من كل تصوراتكم. ممكن تكون الرسالة دي في بساطة انك تربي ابنك كويس، في بساطة انك تكون تمارس القوامة في بيتك، وانك تكون السكن والامان والحماية وقايم بدورك كراجل. ممكن يكون هو ده يعني لا اكتر ولا اقل. مش ان انتوا هتعدلوا الميلة يعني، لا، هو ان احنا هنقوم بدورنا بس. فان احنا نشوف احنا دورنا ايه وايه اللي بنملكه، وما نحرقش بنزين في اللي بيتفرض علينا برانا. فهنا عشان اعيد بناء المعنى مش لازم، مش هقول هو ده حصل لي اللي حصل ده حصل لي ليه اشمعنى انا. لا. لان كلنا بيحصل لنا حاجات. ونرجع للحلقة اللي احنا عملناها في الحلقات اللي فاتت، حلقة الخذلان. قلنا كلنا مشتركين في الخذلان، مختلفين. كلنا متشابهين ان احنا تعرضنا للخذلان من مقربين، مختلفين في مصدر الخذلان. فنفس الموضوع، كلنا بنتعرض لأحداث وأشخاص بيصعبوا علينا الحياة. بس في اللي بيمشي بالكرايتيريا اللي أنا بقولها دي فبيعرف يكمل ويطلع بالدرس المستفاد ويمشي. وفي اللي بيفضل حابس نفسه في المشاعر. فلما بيجي يغضب بيبقى في حاجة اسمها طغيان الغضب. بيبقى غضوب. بيغضب بشكل يضيع بيه حقه ويأذي بيه الآخرين، ويتحول لأن هو المؤذي لمجرد إن هو ساب نفسه أسير جوه شعور الغضب. أمال إيه السؤال اللي يبني يعمل إعادة لبناء المعنى؟ هكمل إزاي؟ اللي حصل حصل، هكمل إزاي؟ خلصنا. اسلكوا على حاجة حدث أنتوا كلكم شاهدتوه، المنتخب، وإن هم اتظلموا عيانا بيانا كده، وإذا كان عاجبكم صح كده. خلاص خلصنا. ها طلعنا بالدرس المستفاد، هنكمل هنعمل ايه؟ لكن هنرجع الماضي ازاي نغير الموضوع؟ مفيش. هنقول للظالم ازاي ان انت اللي انت عملته ده حرام، ما هو عارف. امال اعمل ايه؟ اعمل خامس حاجة واخر حاجة، ان انا ازاي اعيش بسلام. الجزء الاول من اجابة السؤال ان انا اعيش وفق القيم بتاعتي. يعني لو هو ظالم وانا برفض الظلم، انا اسعى ان انا دايما احط نفسي ان انا ما اكونش ظالمة. ما فرقش بين عيالي، لان انا ممكن اكون ظالمه في التربيه ان انا افرق بين عيالي. ما فرقش بين صحابي، ان انا احب دي وادي دي زياده عن دي واخرج مع دي من ورا دي واعمل. ان انا ما نغتاب من اللي يقوم القعده نتكلم عليه، ما هو كل ده ظلم. فلو انا رفضت الظلم اللي حصل ده وشفت ان الناس ده إيه ده اللي هم عملوه ده، طب انا لو قيمه العدل عندي مهمه، يبقى المفروض ان انا اتوافق اعيش وسط القيم. لان ليه بقى؟ ايه القيم دي؟ القيم يعني الحاجه القيمه. يعني احنا لما نكره الظلم معناها ان احنا بنحب العدل. إيه من ضمن القيم الروحانيه حب ربنا، وان انا احنا مخلوق ضعيف دايما بننتمي للخالق وعايزين نعرف عنه اكتر، وعايزين يبقى دايما في وصل بيننا وبين رب العالمين. فده مثلا قيمه. فخامس حاجه عشان اعيش بسلام ان انا اعرف قيمي ايه. وسهل جدا، انتوا لو كتبتوا على جوجل مثلا بعد ما خلصنا القيم الإنسانية هتلاقوا قيم كتيرة جدا اللي بتمثلكوا. لو اخترتوا أهم خمسة اكتبوا 10، العشرة طلعوا منهم خمسة، الخمسة طلعوا منهم ثلاثة، دول أهم ثلاث قيم عندكم. اللي بيعيش منسجم مع القيم بيعيش في سلام وبيقل اضطرابه في العموم، حتى لو تعرض لظروف صعبة والأشخاص صعبة. الجزء الأول من السؤال، طلعتوا بتعملوا إيه من الخمس جوانب اللي بتوصل للسلام؟ تعملوا كام نقطة او كام خطوه طلعوا تعملوها لوحدكم من غير ما انا اقول؟ احنا وصلنا ل 500 والناس مش عارفه تدخل. معلش احنا بنسجل انا بقول لكم من موقعي هذا ان انا هبعت لكم التسجيل. حقوا عليا. ارجعي يا سوزانا للتسجيل، هتعرفي كلهم. الحمد لله، دكتور سوسن منوره الدنيا، ونريمان ابو المكارم كمان، الخمسه اللهم بارك. الحمد لله الحمد لله. وشيرين فاروق، يا خبر ابيض الناس الحلوه كلها هنا ولا ايه؟ طيب، يبقى اول سؤال اهو، ازاي كيف السبيل الى السلام مع أحداث وأشخاص مستحيل تغييرهم؟ هم إيه الجوانب اللي مستحيل تغييرها دي؟ إيه الجوانب دي؟ الجوانب دي ست جوانب.
اول حاجه مع النفس، احيانا بنبقى احنا مش عاجبنا حاجه في شكلنا، ان انا تخينه وانا نفسي اكون رفيعه، ان انا سمره وانا نفسي اكون بيضه، ان شعري كيرلي ونفسي يبقى شعري ليس، ان ما اعرفش مالي في حاجه بتفضل يستحيل تغييرها، وبتفضل هي دي ازمتي في العيشه. انا عايشه الباك جراوند عندي ان انا متضايقه من حاجه ليها علاقه بالجسد بالشكل. ده جانب من جوانب الموضوع، انا او العمر. كل ما نكبر في العمر وتبدأ بقى التجاعيد تبان هنا، وابدأ لما اضحك الكرمشة تبان، ونبدأ بقى القصص القصيرة الحزينة اللي بتطلع مع كل ما نكبر في السن، العمر. فدي حاجة ممكن تفضل مقريفانا وشغالة في الخلفية، عمالة تستنزف في طاقتنا وتهدر في طاقتنا واحنا مش دريانين. حاجات غلط عملناها في الماضي ومش عارفين، مش عارفين. يعني حتى لو ربنا سترنا فيها، بس بيننا وبين نفسنا ممكن نكون احنا بنجلد نفسنا وازاي اعمل كده وازاي اغلط كده، حتى لو ربنا سترنا ومحدش عارف. او الادهى والامر بقى لو كمان حاجة معروفة حصلت في الماضي والناس عارفينها، وانا بجلد نفسي، الناس ينسيوها وانا عمالة اجلد نفسي فيها. او بعض الصفات الفطريه، ان انا عصبيه، ان انا طيبه زياده عن اللزوم، ان انا حاجه كده بالفطره فيا، فبرضه مش عارفه اغيرها. التجارب عموما اللي حصلت في الماضي ومش عارفين نشيلها من الذاكره، او نشيلها من دماغنا، ومأثره فينا ومقريفانا. الجانب الاخر مع الاسره، ممكن يكون مش راضيين عن طريقه تربيتنا، ممكن نكون مش راضية عن أداء أبويا، ممكن أكون مش راضية عن أداء أمي، ممكن أكون مش راضية عن إن أنا كنت إخوات كتير وكان نفسنا نبقى هو ولد وبنت ونطلع معرفش إيه، ممكن أكون مش راضية عن تعليمي. دخلنا مدارس عربي وكنا يا ريتنا كنا دخلنا أجنبي، اتعلمنا في مدارس معرفش إيه، وكان يا ريتنا سافرنا بره مصر. بتبقى حاجة كده إيه، عمالة هلك بنزين مهدر مهدر. ليه؟ لأن مستحيل، من ضمن المستحيلات إن إحنا نرجع نغير حاجة في الماضي. مع الأسرة، وفاة أحد الوالدين، دي حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة جدا وبتعطل وبتستنزف. وجود فرد في الأسرة يصعب تغييره، والفرد ده زي النزناز كده بيغلس، بيعمل مشاكل، بيفتعل مشاكل، هو او مجرد اختلاف الطباع. كل دي جوانب بتقريفنا وبتخلينا متضايقين من حوارات ومواضيع واشخاص وحاسين هو مستحيل تغييره. الجانب الثالث مع العلاقات، لو علاقة انتهت، لو اتنين صحاب وفجأة علاقتهم خلصت، دي حاجة بتقريف جدا وبتخلينا كده. خيانة، لو واحدة اكتشفت ان جوزها بيخونها، او واحد اكتشف ان مراته خانته. خيانة الأمانة، انك تستأمني حد من امنك لو لم تخونه ولو كنت خاين. رفض شخص لينا، لو رحت تتقدم لواحدة واترفضت، او لو رحتي تقابلي عريس في صالونات وبعدها اعتذر عشان انتي مش عاجباه، رفض. رحتي وظيفة واترفضتي، رحتي انترفيو واترفضتي. كل دي حاجات بتقريف جدا. ان الناس ما تكونش لينا زي ما احنا بنتمنى. يعني ايه؟ كلنا بنتمنى الام بشكل معين، الاخ بشكل معين، زي ما قلنا الاب، الزوج، الزوجة. فانت بتبقى عندك احلام لمراتك متمنيها بشكل ما في حياتك، فتلاقيها عكس كده تماما، فتحس ان هو ايه الوضع المأندل اللي انا فيه ده، واللي يصعب تغييره بل يستحيل تغييره. فنفضل ننبر ونعيش حياتنا ان انا خلاص كده، انا حياتي راحت، انا حياتي باظت، انا حياتي معرفش ايه. احد الجوانب المهمة الشغل، فرصة ترقية، قرارات إدارية كانت عكس اللي أنا عايزه، الأسعار بتزيد والظروف الاقتصادية مهببة والمرتب ما بيزيدش. كل دي حاجات، ظروف صعبة بتقريف لنا حياتنا بشكل يومي. يعني انتوا شوفوا، انتوا السؤال بينطبق عليكم في انهي جانب من اللي انا بتكلم فيه؟ الصحة زي ما قلت، التقدم في العمر، او ان احنا نعمل تحاليل وفجأة نلاقي عندنا مرض، مرض صعب. يعني دي شفتها، يعني ربنا يعافي الجميع يا رب ويشفي الجميع. شفتها لما اول خبر لما حد بيعرف ان هو عنده كانسر، فبتبقى حاجة رهيبة رهيبة، حدث جلل بيلخلخ كده، بيزلزل الدنيا. فده احد الجوانب مع الصحة ومع الحياة في العموم. الفقد، الناس اللي بتتغير علينا،
مرور الزمن، عدم اليقين عموما، ان مفيش حاجه فيها يقين، الموت، كل دي جوانب بتخلينا كيف السبيل الى السلام مع اشخاص واحداث مستحيل تغييرها. بينطبق عليكم ايه من الجوانب اللي انا قلتها دي؟ ايه اكتر حاجه لمست معاكم؟ رشا بتقول الصوت ضعيف قوي، صوت ضعيف فعلا ولا ايه؟ بينطبق عليكم ايه في الجوانب دي؟ اوكي، ريم وداليا قالوا لي لا. الفقد كلها. التعامل مع الاجيال الحديثه، العلاقات، الخذلان، الاسره، الخيانه، الاهل والشغل. والله انت جيتي في وقتك. اوكي. الزوج، سرطان وخيانه. كلنا بلا استثناء آه عندنا نسب من اللي انا قلته ده، الجوانب. يبقى احنا كده شفنا السلام، كيفية السبيل للوصول للسلام. شفنا الجوانب اللي بتقريفنا كلنا باختلافها، هتلاقينا كلنا عندنا من اللي احنا قلناه ده بنسب. طب آخر جزئية في السؤال، يستحيل تغييرها، هو في حاجة مستحيلة فعلا؟ من الناحية العملية والعلمية اه طبعا في أمور مستحيلة. يعني بالنسبة لقدراتنا المحدودة ومحدوديتنا كإنسان، ما ينفعش نرجع نغير الماضي لو اتشقلبت. ما ينفعش ترجع حد متوفى للحياة. يا ريت، بس مستحيل. مستحيل. ما ينفعش اوقف الزمن، اهو بقت 7:25 دقيقة، ما اعرفش اوقف الزمن. ما ينفعش اتحكم في قلوب الناس. لو فجأة لقيتي جوزك ما بيحبكيش، او فجأة لقيت آه، حد انت بتموت فيه فجأة مش بتحبك. يا ريت قلوب الناس بين ايدين الرحمن. انا ليا فيهم تحكم؟ ماليش عليهم تحكم. دي حاجة ممكن تجنني يا نوع، بس دي حاجة بتجنني كلنا لو حصل. بس احد ابتلاءات الحياة. لكن في حدود اللي احنا نعرفه عن الحياة، في حاجات احنا بنفتكر انها مستحيلة. فانا جيت افرش لكم الدنيا النهارده ليه؟ عشان في حاجات انتم ممكن تكونوا فاكرين انها مستحيلة وهي مش مستحيلة ولا حاجة. لان في حاجات مجرد بس ان احنا نحضر محاضرة زي دي بتتغير مع المعرفة، او بتتغير مع تغير الظروف. فمهم جدا ان انا ما احطش لعقلي كلمة مستحيل تغييرها، لان مستحيل تغييرها فعقلي بيعرف ان ده مستحيل، طب خلاص مش هيحاول. فهو كأنه معتقد معيق، او كأنه limiting belief، اللي هي فكرة محدودة بتزود محدودية على المحدودية، وعقلي بيصدق انها مستحيل فما بيدورليش على اجابات. طيب، من المنظور الإيماني، الحاجة اللي مستحيلة على الإنسان مش مستحيلة على رب العالمين. يعني إيه؟ يعني وانتوا تفضلتوا دلوقتي وقلتوا مثلا في الشات، لما قلتوا بينطبق عليا الكانسر وكذا، ممكن حد يصدق ان خلاص طالما في كانسر خلاص انا مش هتعالج، واللي مش عارفه ايه كلهم بيموتوا وخلاص مش عارفه ايه. وممكن حد لا تاني ياخده، يزعل، تحزن، طبيعي عشان هي بني ادمه، او طبيعي عشان هو بني ادم، وتاخد وقتها وتسلم امرها لله، وتبقى عارفه ان ده ابتلاء من رب العالمين وممكن يتغير بمعجزه، وممكن الشفاء يكون في ايد الشافي، وممكن ربنا ان انا لو توجهت لرب العالمين وعلى يقين انه هيشفيني تحصل معجزة، حتى لو الدكاترة قالوا انت ما فيش منك رجا. صح كده؟ اذا فالمستحيل، حتى المستحيل اللي ممكن البني ادمين يقولوا لك مستحيل وما فيش باب للشفاء، بالدعاء ربنا يقلب لك المستحيل ده بمعجزة لممكن. بس لو انا مستخدمة ايه، تعالوا نرجع خطوة لورا في الجزء الاول من السؤال في السلام. مستخدمة ايه؟ مستخدمة اللي انا اقدر املكه، إني أتوجه بقلبي لرب العالمين، لمدبر الكون. فلو أنا على يقين خلاص، يبقى حتى لو طب يا نوع عملت كده وما تمش شفائي، هتلاقي لو عملت كده وحتى لم يحدث الشفاء هتلاقي فيه رضا تفهميش جاي منين، وفي لطف ما تفهميش ايه. هتبقى الناس بتستغرب كده، تستغرب من ازاي كده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. عندها يعني ابتلاءات يعني محدش يستحملها، وابتسامتها على وشها ما بتتشالش،
وست جميلة، ست جميلة والله، احنا بنشوفها نتكسف من نفسنا ليه؟ عشان الدعاء بيخليها ممكن ما يتحققش اللي هي عايزاه، بس يخلي عندها كمية رضا، كمية سكينة، وكمية تقبل، وتبقى هي المعنى هنا بقى بتدي رسالة للآخرين إنك بالرضا والتسليم والتوكل لرب العالمين آه تقدري على أي حاجة وتقدر على أي حاجة. يبقى هنا لما نقول السلام مش بيبتدي لما الحياة بتتغير، لا، بيبتدي لما نعرف ازاي نتعامل مع الحياة زي ما هي، واستمر في إصلاح ما أستطيع إصلاحه. يعني أنا يا فندم ماليش دور، أقبل على وضعه كده ماليش دور، مسيرين ولا مخيرين؟ مسيرين ومخيرين، في حاجات بتتفرض علينا، في حاجات قدرية وهو ده قدرنا، وفي أنا مخيرة في رد الفعل. طب أعرف منين الثلاث أسئلة بتوع إن أنا أعرف هو ده مستحيل ولا ممكن؟ أسأل نفسي ببساطة، الأزمة اللي انتوا فيها دي دلوقتي، اللي انتوا شاركتوني بيها في الشات باختلافها، هو أنا ينفع أغير ده؟ أدي أول سؤال. يعني مثلا حد كتب الزوج ده براية، ينفع أغيره؟ لا. ليه؟ عشان هو براية. ما تعالي ارجعي في الجزء الأول، لا أملكه، أنا أملك قراراتي، سلوكي، ردود أفعالي، مشاعري، إدارتي، دماغي لكن أمسك حد أغيره حتى لو ابني بنتي، يا ريت والله ما نعرفش. وهتفضلي تحرقي بنزين على الفاضي. فعشان كده لما تيجي تحرقي بنزين مع اولادك ولا مع جوزك ولا كده، فاكرين لما قلت لكم بتفضلي دايسه بنزين، هيقولوا الناس لو معديين من جنبك هتقولي ايه؟ هيقولوا مجنونه. ففعلا لما بنيجي نغير اللي بره دايره تحكمنا، الناس تتعامل معانا ان احنا مجانين. اول سؤال، هو انا ينفع اغير جوه دايره تحكمي؟ لو الاجابه نفذ يا فندم. يبقى انت تقدر تنفذ وانت اللي مكسل وبتعلق شماعات على كلمه مستحيل. بره دايره تحكمك يبقى لا. تاني حاجه، لو انا ما اقدرش اغيره، طب ينفع اغير طريقه تعاملي معاه؟ ينفع اغير ردود افعالي؟ ينفع اغير من نفسي؟ ينفع اقلل حده غضبي؟ ينفع احط حدود اكتر؟ خليه هو زي ما هو. ينفع انا اغير من طريقه تعاملي معاه؟ لو واحنا اللي موقفين وما بنعملش كده، يبقى احنا اللي كسلانين ومصعبين الدنيا على نفسنا، لان المؤذيين في كل حته، واللي بيظلموا في كل حته، والاحداث اللي صعبه في كل حته، والحياه اللي بتتفرض علينا برانا في كل حته. بس اسال نفسي برايا وما اعرفش اغيره، ولا اعرف اغير، ابذل مجهود في ده واجاهد نفسي واجتهد في ده. السؤال التاني، مع لو ما اعرفش اغيره، ينفع اغير طريقه رد فعلي واستجابتي ليه؟ برضو لا. او لو اجابتك يبقى انت اللي مكسله او انت اللي مكسل. طب تالت حاجه، لو لا ده ولا ده، ولا اعرف اغيره ولا اعرف اغير طريقه تعاملي معاه، يبقى انا هنا الموقف ده ايه اللي يحصل فيه انسجام مع قيمي وايماني؟ هل ممكن اقول البني ادم مبتلى؟ هل ممكن اقول انا ممكن يكون ابتلائي في جوزي وانا هصبر وهحتسب وهتقي الله فيه وهدعي ربنا يمكن ربنا يهديه؟ هل انا في اللحظه دي خلاص الموضوع برايا وحاولت يمين وحاولت شمال ومستحيل اغيره و فهسلم الموضوع بقى لرب العالمين، الموضوع ده بره محدوديتي. هنا لو هنلخص الحكمه في الموضوع هنلخصها في الثلاث اسئله دول. فهنا من الاخر، عشان كيف السبيل الى السلام، هو السبيل الى السلام مش ان انا اخد الحياه اللي انا تمنيتها، كلنا تمنينا حاجات تانية وناس تانية على فكره، كلنا تمنينا حاجات افضل من اللي احنا عشناها وناس احسن من اللي احنا عشناها، الا لو احنا راضيين وعندنا سلام مع وادراك وشايفه الحياه على واقعها. هنا السلام مش ان انا
اخد اللي انا تمنيته، لانها كلها توقعات، كلها احلام واماني، الواقع مختلف. بس اتعلم ان انا هعيش الحياة بمعناها للاخر، لان انا ليا دور ومش مخلوقة وخلاص، وربنا ما خلقنيش عبثا. والحاجات دي كلها بتعيد من تشكيلي هو مش كلام كليشيه والله. اكتر ناس فهمت الحياة هي اللي خدت على دماغها من الحياة وخدت على دماغها من الأحداث والأشخاص. بيفضل يتعمل لهم إعادة تشكيل كده، فتطلع منهم الحكمة ويطلع منهم المعنى ويشوفوا الحياة على حقيقتها. لما تيجي هنا نشوف مدارس علم النفس كلها اجتمعت على إيه برغم اختلافها، اجتمعوا على 4 عناصر في الموضوع ده. إن أنا أعمل إيه؟ أول حاجة أفهم نفسي، حاجة اللي أملكها، حاجة اللي أقدر لها. يعني إيه؟ إدراك إيه اللي بيحصل جوايا وليه. طب اتضايقت وحاسة بالظلم وحاسة بالقهر وحاسة إن أنا زعلانة، مفيش ضرر خالص، حقك وحقك طالما الموضوع يستدعي. فأقول أنا زعلانة وزعلانة ليه وأتكلم مع حد أثق فيه، ده تاني حاجة عشان أنظم المشاعر دي، لأن إحنا كائن شعوري، عندنا مشاعر متداخلة، إيجابية وسلبية بالمعنى المتعارف عليه. المشاعر دي لما تتداخل كده محتاجين نفك الطلاسم دي، من احنا نتكلم مع حد بنثق فيه او حتى نقعد نكتب، عشان ما تبقاش الانفعالات دي هي اللي سايقاني وارجع اندم. ثالث حاجة اللي اقرت عليها كل مدارس علم النفس، قبول الواقع، وخصوصا اللي ما ينفعش نغيره. وهي المعادلة كده رقم 3، لا، قبول مع سعي. ليه بقى؟ للتغيير. لإيه بقى؟ اللي أقدر عليه، اللي هو إيه بقى؟ دماغي. أنا ما سيبش دماغي تشتغلني، أنا اللي أملك دماغي. مشاعري ما سيبش نفسي ابقى بغلي. شوف هدي نفسي ازاي. كل حد بيبقى بيعرف هو بيهدى ازاي يهدي نفسه. اقبل ان هما الناس كده وهو الواقع كده وهي الدنيا كده وهي العيشة كده. ورابع حاجة أجمعت عليها كل مدارس علم النفس، المدرسة الإنسانية والمدرسة السلوكية والمدرسة علم النفس الإيجابي والتراديشنال سايكولوجي، كل مدارس علم النفس، إن إحنا لما بنعرف قيم. يعني إيه قيم؟ الحاجة اللي ليها قيمة من وجهة نظري، الحاجة اللي ليها معنى. فدايما بتصرفوا وقت ومجهود وفلوس على الحاجة اللي من وجهة نظركم ليها قيمة. فكل ما أنا عايشة كل يوم كل يوم وفقا لقيمي، ووفقا لأن أنا I'm searching for the meaning، أنا بدور على المعنى اللي هسيبه. المعنى اللي هسيبه في قلب ولادي، المعنى اللي هسيبه في قلب بتاع الأمن. وانت معدية لو انت اديتي له مية ساقعة في عز الحر، ولا ابتسمتي له حتى وقلت له الله يبارك لكم وربنا يعينكم على اللي انتوا فيه، والله شكرا تسلم ايدك ربنا يكرمك، دعوة بقلب مع ابتسامة، انت ممكن تكون عايش وفق القيمة كده. فده بيخليك انت قبل ما تعمل، يعني قبل ما اللي قدامك يستفيد، انت بتعمل عملية توازن كده. ان انت الاضطراب اللي انت اللي انت عايش فيه بسبب الاحداث والاشخاص اللي مستحيل تغييرهم دول، اول ما تعيش وفق القيمة بتصرفات بسيطة قوي، بتلاقي بيحصل التوازن ده جوه من غير حول منك ولا قوة. فبتلاقوا قدر اكبر من السكينة، وتلاقوا ان انتوا منسجمين مع اللي بيحصل، وشايفين ان ده من نسيج الحياة. في حلقة جميلة قوي لدكتور مصطفى محمود بيتكلم فيها ان هو ربنا خلق الحديد وخلق له الصدى، خلق الفار وخلق له البومة تاكله، خلق السنان وخلق لها السوسة. كل حاجة كل حاجة ليها حاجة تعمل معاها عملية التدافع دي، وإلا تفسد الأرض. فهو نظام كوني، بلاش احنا نتحارب مع نظام الكون. التغيير سنة ثابتة، الثابت هو التغيير، فباش اتخانق مع التغيير. طب اعمل ايه يا حاجة؟ اعرف قيمي ايه، ايه الحاجات اللي قيمة بالنسبة لي، واحرق فيها بنزين كل يوم، وقت ومجهود وفلوس. بس
طب تعالوا نروح لخطة، خطة عملية نحل بيها السؤال ده في 6 خطوات. بس قبل ما نروح للخطة دي قولوا لي ايه اكتر حاجة نورت في دماغكم من اللي احنا قلناه قبل ما ندخل في الخطة العملية المحكمة. كويس، ده ادراك كويس. ده ادراك كويس، لو انا حياتي ما اتغيرتش من سنين ده ادراك كويس جدا. المحاضرة مسجلة يا فراو سارة. اغير رد فعلي، برافو يا هبه. افوق لنفسي، برافو يا جهاد. السعي ورا قيمي وبس يا ناريمان. ادور على اللي يهمني. اغير عصبيتي، حلو، هايلايت على العصبية دي وشوفي هتغيريها ازاي. كفاية حرق بنزين على الفاضي. احنا كل يوم في موارد يومية متجددة عندنا، وقت ومجهود وفلوس. وقت ومجهود وفلوس. لو احنا مش مركزين على اللي يخصنا، الكلام ده بيتحرق في الارض. والله ارجعوا كده في الماضي هتلاقوا انتوا وقت ومجهود وفلوس اترمى في الارض. طيب، اول خطوة، لو احنا هنحط خطة عملية لإجابة السؤال ده، لو معاك ورقة وقلم كده كتبته، قسمته الورقة من النص وكتبته في ناحية أتمنى إنه يتغير، واكتبوا في القائمة الأولى دي كل اللي كان مضايقكم من اللي احنا اتكلمنا فيه في الجوانب الستة. يعني أبويا كان بيعاملني بطريقة مش حلوة وأنا كان نفسي يكون أحسن من كده. نفسي أمي تفهمني وتحبني زي كل الأمهات. نفسي شريك الحياة يعتذر على كل الهبل اللي هو بيهبله في حقي. نفسي الماضي يرجع، يا ليت الماضي يعود يوما. نفسي فلان ده يعترف بخطأه، هموت ويعتذر. نكتب كل الحاجات اللي هي نورت في دماغنا في الجزء الأول، في الشق الأول من شرح السؤال. وهسأل نفسي سؤال: ده في إيدي ولا برايا؟ امم الحاجات اللي انتوا كتبتوها في إيديكوا تعملوها ولا براكوا؟ امم برايا، ندى بتقول برايا. حاجات وحاجات، في حاجات في إيدي وفي حاجات لا. برافو، حلو قوي. عشان كده قلنا نكتب إيه؟ قائمتين. للأسف كله بره. يبقى أنا هنقله في القائمة التانية: هذا ليس في يدي. هذا ليس في يدي، يبقى قائمتين: قائمة أتمنى أن يتغير، وقائمة هذا ليس في يدي. كل حاجة من اللي انتوا شايفينها كلها براية نحطها هذا ليس في يدي. خلي عينك حواس تشوفها، فتكتبيها وتشوفيها وتنزليها من دماغك قدام عينيكي، ان فلان ده مش هيرجع يعترف لك بغلطه، ان ده مش هيعتذر، ان ابوكي انت ما كنتيش راضية عنه وخلاص. هتعرفي تغيريه؟ لا. يبقى ننقله للقائمة التانية: هذا ليس في يدي. وده مش استسلام، ده مش استسلام، بس نخليها نكتب عليها كده قائمة توفير الطاقة اليومية من مجهود وطاقة وفلوس، من وقت ومجهود وفلوس. لأن الاستنزاف اللي بيحصل على مستوى المشاعر والعقل بيخلينا مش قادرين نقوم من مكاننا، بيخلينا قاعدين مرميين على جنب. كل ما عقلك يجي يجيبها لك اعملي له ايه؟ فنالة كده، قفلي له الحتة دي في الفايل، قولي له انا مش هستثمر طاقتي ومجهودي وفلوسي فيما لا استطيع تغييره. خلاص اهمت بقى. انا بقول لدماغي: الله، انت مش كنت كل شويه بتفتحي الفايل ده؟ ده الفايل اللي حصل في الماضي اللي انت بتجيبيه وتفتحي احزانك وتقولي مستحيل يتغير وتعيشي في اضطرابات، مش تعيشي في سلام. لا يا سيدي، اقفل لي الزفت الفايل ده. انا مش هستثمر طاقتي في حاجه انا ما املكش تغييرها. خلاص، اقفل لي. فكل ما ادي الاوردر ده لعقلي، ادي الاوردر ده لعقلي، بيقفل الفايل ده ويحطه في الاركايف، في الارشيف. ليه؟ عشان ما يلزمهاش. الفايل ده مفتوح عمال يستنزف في وقتها وطاقتها ومشاعرها فعلى اساسه بتحرق بنزين. انت لو رحتي خرجتي مع اصحابك هتقعدي تحكي في المحكي: خرجتي ولبستي ونزلتي ضيعتي وقت ومجهود وبنزين وقعدتي في كافيه دفعتي لك 1500 جنيه،
في الارض. ليه؟ عشان قاعده بتحرقي في دمك. حلينا الموضوع يا فندم؟ لا. ليه؟ عشان هو الحل في الموضوع ده اللي بره دايره، اللي بره دايرتك خلاص مش هستثمر طاقه فيه، لاني ببساطه لا املك تغيير. دي كده المرحله الاولى، سهله. سهله. wasted energy بالظبط. سهله جدا. حلوه قوي، حلوه قوي، حلوه قوي. طيب الخطوه الثانيه، اسال نفسي سؤال جديد لنج بقى. سؤال جديد لنج. يعني يا نهى لو حد مؤذي، طب يا نهى واشخاص يعني عايزين بصي اقتله وابلغ عن نفسي كده من كتر ما هو عايز، الواحد مش عايز يتكلم والله. اسال نفسي سؤال جديد في المرحله الثانيه، لو هم اشخاص او اوضاع مفروض عليا، لازم اقول ازاي اغير الوضع ده، او ازاي اغير الشخص ده. اسال نفسي سؤال جديد لنج، وانا ازاي احمي نفسي منه. وانتوا بتحموا مين؟ مين فيكم حاول يحمي نفسه من شخص مؤذي او من وضع اتفرض عليه؟ عمل ايه؟ ما هو الضغوط كتير، كل ما هتفكي فيها يا سلوى كل ما هتتفك. ازاي اكبر دماغي؟ ازاي ابعد؟ ازاي اتجاهل؟ ازاي اتجنبه؟ ابعد واتجاهل. انفصلت، تغافلت، اتجنبه، عدم الصدام، التجاهل، حطيت حدود. الحلول كتيرة، لكن اللي مش عايز يحل هو اللي بيعلق شماعات. اسطح العلاقة، اتجاهل واحط حدود، بالظبط كده. فدايما بدل ما اقول اغيره، لان احنا حرق بنزين في اغيره، wasted energy زي ما قال الدكتور سوسن. احرق بنزين في الارض، في الفاضي. موارد يوميه متجدده اعرف احرقها في المليان فيما يفيد، فانا برميها في الارض. ايه ده؟ هنا ببساطه اسال نفسي ازاي احمي نفسي. ازاي احمي نفسي؟ فببساطه بحط حدود. ما بعرفش احط حدود، اتعلم. حطي وقت ومجهود وفلوس انك تتعلمي ازاي تحطي حدود. هاتي كتب، اسمعي بودكاست، احضري كورسات، وطبقي اللي فيه، فهتتعلمي تحطي حدود. اقلل الاحتكاك. ما بعرفش اقلل الاحتكاك، اشوف ازاي اكنترول نفسي. اكتب كده، اقعد هو انا ليه بحتك بيه؟ وانا بستفيد ايه من الاحتكاك غير انا بقلل من قيمتي وبسيبه يحط عليا وبزود الطين بله. والاحتكاك بيودينا لثالث نقطة، بكشف نقاط ضعفي فبيعرف يجيبني. لو شخص مؤذي فهو بيجيبني من نقاط ضعفي. فبلاش نكشف نفسنا. بلاش الجزئية اللي احنا بنملكها، التحكم وإدارة المشاعر والأفكار والسلوكيات وردود الأفعال، لما بتفرط مني وبركز على تغيير الآخر، الآخر بتكشف له كده، فبيعرف نقاط الضعف فين فبيدخل يضرب. وعدم الدخول في جدالات عقيمة. دخلت مرة في جدال وقللت من نفسي وخليت نفسي فرجة للي قاعدين، ما تنيهاش. ما تنيهاش. اترك الجدال ولو كنت محق. إيه يا عم، انت صح وانا غلط، حلو كده. مرضي؟ إيه انت بتتريق عليا؟ لا انا ما بتريقش، انا مش هخش انا في حوارات، وعايز انت تفرض عليا حوار انا هقوم. ده ايه؟ ده حدود. هيزعل يتفلق. ماشي كده، النقطة دي واضحة. النقطة دي واضحة. ما احرقش بنزين وما احرقش الموارد على الفاضي. ببساطة أسأل سؤال جديد. أسأل سؤال جديد، ازاي احمي نفسي منه بس، بدل ما ازاي اغيره. المرحلة الثالثة، هما 6 مراحل في الحل. المرحلة الثالثة، نفصل ما بين قبول الواقع والموافقة عليه. يعني ايه؟ يعني ان انا اقول الشخص ده مؤذي، الوضع اللي انا فيه ده كان وضع صعب، ابويا ما كانش على قدر توقعي وهو ما اداش دوره. مش بقول لك اقبلي يعني وافقي على ان ده يحصل، لا. مش بقول لك اقبل يعني وافق، لا. ان احنا نبقى مقرين ان المؤذي مؤذي، وان اللي ما قامش بدوره ما قامش بدوره، وان خاين الامانه خاين الامانه، وان الظالم ظالم. ده قولا واحدا، عشان الدنيا ما تخشش في بعضها عندنا.
هي الفكر هنا في الفصل ده بيساعد عقلي على ايه؟ اني مش هسمح له بايذائي. فقبول الحقيقه مش معناه ان انا هستسلم، لا، معناه ان انا عارف ان انت مؤذي. حلو. ربنا يهديك ويسعدك ويبعدك. لكن انت يا فندم مش هسمح لك تاذيني. ولو حصل انا هعرف اخد رد فعل كويس قوي، على قدر قدري وعلى قدر قدرك. انا مش هسمح لحد بايذائي مره تانية. فمهم جدا ان احنا نفصل ما بين ان انا قابله وان انا موافقه. دي حاجه ودي حاجه. الواقع، القبول والموافقه عليه، دي حاجه ودي حاجه. رابع مرحله ان انا اعيد تعريفي للانتصار. يعني ايه؟ كلمه الصداقه ليها تعريف بيختلف من شخص لاخر، كلمه الحب لها تعريف بيختلف من شخص لاخر، كلمه الانتصار ليها تعريف بيختلف من شخص لاخر. لو النهاية السعيدة بالنسبة لك إن إحنا، ما هو السؤال إيه؟ كيف السبيل إلى السلام مع أشخاص وأحداث مستحيل تغييرها؟ يعني أنت النهاية السعيدة بالنسبة لك تغييرها، صح كده؟ دايما بنقول إيه الهدف؟ يعني أنت عايزة توصلي لإيه؟ التغيير يعني تغيريه؟ التغيير إن أنت تغيرها؟ الانتصار النهاية السعيدة بالنسبة لنا إن هو يتغير؟ خلينا هنا نعيد تعريف كلمة الانتصار، أو نعيد تعريف النهاية السعيدة. ان بعد ما كان انتصاري او الهدف في الاخر او النهايه السعيده ان هو هيتغير او الوضع هيتغير، لا، خلي كل حاجه على وضعها، بس انت مش هتعرف تسحب سلامي النفسي. دايما بقول الكلمه دي، انا سلامي النفسي اتدفع عليه كتير. متكلف. متكلف مني وقت ومجهود وفلوس بشكل يومي والله العظيم. فانت، انت، الوضع، الاحداث مش هتسرق سلامي النفسي. ليه؟ عشان تعبانه عليه. فالناس بتتشقلب والله العظيم عشان تعرف تسحبه، ما تعرفش. ليه؟ عشان انا بخترع؟ لا، عشان انا بستثمر فيه. بحط الموارد دي بدل ما احرق بنزين على الفاضي. بحط الموارد دي وابذلها في المليان. هنا اعاده تعريف الانتصار ان النهايه السعيده بالنسبه لي ان ابقى مركزه، ان محدش يسلب سلامي النفسي ويحولني ان انا اكون شخص مضطرب، مش عارفه اروح ولا اجي، بسبب ان هم عمالين يدوني على دماغي، يدوني على دماغي، يضربوني كده، يعملوا لي كده، يفرضوا عليا وضع كده. لا 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 لا. طب ما هي نوع صعب اللي انت بتتكلمي، ما هو صعب. وصعب برضو ان احنا نعيش مستسلمين خاضعين لمجموعة من المؤذيين. دي اصعب على فكرة. لكن ان دايرة التحكم تكون في ايديا، اه صعب. وانا عمالة باخد قرار هعمل ايه، هستثمر ازاي، هوقف امتى، هعمل ايه، هودي فين، هجيب منين، هزعل شوية، هفرح شوية، هصبر. اه بس بتاعي انا اللي متحكمة. لكن الله لا يقدر ان احنا نبقى سايبين نفسنا ضحية، فريسة في ايد ناس هي بتتغذى على ان لان كل حد فيكم بيستثمر في نفسه، هو بيستفز اللي موارده مهدرة، بيستفزه جدا، وبيبقى انا بالنسبة له تارجت. وده ياخدنا للمرحلة الخامسة، ان احنا نبني حياة اكبر من المشكلة. المشكلة مهما كانت، اللي بيسافر بالطيارة دايما وبالطيارة بتفضل تعلى تعلى تعلى، يشوف البيوت دي فبقعد اقول ياه، كل عمارة اللي هي قد النمنمة دي دلوقتي فيها شقق، والشقق دي فيها ناس، وكل شقة فيها أسرة، وقاعدين بيرازوا في بعض، وعندهم مشاكل. زي ما بنكبر بنكبر بنشوف العمارة كلها قد السنتوف. المجمع العمارات كله قد المكتب كده اهو. البلد كلها بتصغر تصغر 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 لحد ما نبقاش مش شايفينها أصلا. فأعمل إيه؟ أبني حياة أكبر من المشكلة اللي أنا فيها. بسألكوا سؤال دلوقتي، هو لو المشكلة دي اختفت من حياتكم هتعيشوا ازاي؟ يعني لو المشكلة اللي انتوا حاضرين المحاضرة دي النهاردة عشانها اختفت، هتعملوا ايه في حياتكم؟ امم
عيش في سلام، ها فهتعملي ايه؟ هرتاح، ها فهتعملي ايه؟ هتطور اكتر، ادرس واشتغل، ايوه بقى. هبطل حزن وقلق، هفرح. هنجح واشتغل واستمتع وابني علاقات، ايوه. هكسب ولادي. هجيلك اسمعك برضه عشان بحبك. هقرا واخرج، هوفر طاقتي سلامة وسعادة وسلام، وهتحرك وهعمل، هعمل كل حاجة بتتعمل لو المشكلة دي وقفت، صح؟ طب خلاص، اعتبروا المشكلة دي مش موجودة، وابدأي حالا من النهاردة، وابدأ حالا من النهاردة. ايه الحاجة اللي انتوا كنتوا بتحبوها وانتوا صغيرين؟ هواية مثلا، تحبوا تقروا، تحبوا تلعبوا حاجة، يا ستي يتعلموا حاجة out of the scratch. ما بتعرفيش تعومي، روحي اتعلمي العوم. ما بتعرفش تلعب راكت وبادل، روحي اتعلمي. ما بتعرفش تلعب، مش اعمل ده. اقرا في حاجة انت بتحبها، اتعلم حاجة جديدة، العب رياضة جديدة، ابني علاقات صحية. ما بتصليش في المسجد، انزل صلي في المسجد. حسن وجود من العبادة ومن الوصل مع رب العالمين. اعمل عمل ليه معنى. هات شوية مية ساقعة في عز الحر، وانزل وزع على الناس وطبطب عليه كده وقول له يعني أتمنى إنك تقبلها مني. هترجع دماغك دي في حتة تانية، ومشاعرك دي في حتة تانية. كل ما وسعت حياتك، كل ما اتسعت حياتك، صغرت المشاكل اللي جواها قد السنتوفة كده. والله جربوها مرة، انتوا لو صليتوا بس بتركيز مجرد كلمة الله أكبر وانتوا دماغكوا مستوعبة الكلمة، فعقلي على طول بيصغر 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 المشاكل اللي جواه. ليه؟ عشان ربنا اكبر من كل الحاجات اللي احنا مكبرينها في دماغنا دي. لا بس هو مؤذي، ما هو مؤذي، ما اختلفناش. لا بس الوضع اللي انا كنت فيه صعب، ما اختلفناش. بس احنا هنفضل من سيء لأسوأ ومن صعب لأصعب، هي الدنيا كده، وهي الناس في التدافع ده. اللي عنده الحد الأدنى من الحكمة هو اللي بيقوم وبيكمل، ما بيستسلمش. ان احنا هنتسأل على الكلام ده. ولو مضايقك العمر اللي عمال بنتقدم فيه وبنكبر فيه، ده سبب أدعى ان احنا يلا نلحق. يلا نلحق، مستنيين ايه؟ ودي آخر حاجة، قاعدة ال90% وال10%. في سؤال دايما بنسأله في الكوتشنج، بحبه قوي. لو اللي قدامك ده مؤذي بنسبة 90%، ال10% بتاعتك فين؟ لو الوضع اللي انت فيه صعب بنسبة 90%، ال10% اللي انت بتملكها فين؟ احنا ممكن ما نغيرش الشخص، ما هو على وضعه وبيسوق. ممكن ما اعرفش ارجع اغير الماضي، خلصت. قرار طلع مني وفلتت وخلصنا، وتبعاته ونتائجه ومش عارفه اتحكم فيها. لكن من النهارده انا اعرف اغير 10%، قاعده ال10%. ردي يبقى اهدى، يومي يبقى فيه انتاجيه اعلى، حدودي ما تبقاش مخترقه زي الاول. اه هتفلت يمين هتفلت شمال، بس كل ما حطيت حدود كل ما احس ان انا عملت حاجه لنفسي. وقتي يبقى فيه 10% من اليوم، يبقى وقتي فيه حاجة مفيدة عشان أخلق حياة أكبر من المشكلة. لأن لما هسمع بودكاست، لسه سلافة عاملة بودكاست عن التربية حلو قوي، وكل الناس عمالة تقول لك البودكاست تحفة، البودكاست تحفة، فعاملة حاطاه في البلان إن أنا هشوفه بكرة. ليه؟ عشان لو شفته هيفرق معايا في التربية يمكن 10% أحسن. فأحرق وقت وبنزين ف في عقلي، أدخل عقلي حاجة مفيدة، فيترجم في سلوكيات مفيدة مع ولادي، فطريقة تفكيري تختلف للأحسن، أخلق حياة أوسع وأجمل من المشكلة اللي أنا فيها. 10% أسمح لمين يقرب وأبعد مين عني. ال10% دي هي اللي هتغير حياتكم. فلو سألتكم دلوقتي آخر سؤال قبل ما نختم، ال10% التغيير اللي هتعملوها، تعملوا إيه؟ ال10% بتاعتك إنك هتعملي إيه؟
10% بتاعتك لو انتوا معانا رجالة في المحاضرة، انكم هتعملوا ايه؟ هقرا اكتر. برافو يا ميرا. هسمعك انت تنوري يا منال. كتاب جديد، اتحرك لقدام، هدرس في حاجة جديدة، هوسع دايرة صحابي، هحاول اهدي نفسي اكتر. قرآني، اطور من شغلي، اقرب من ربنا اكتر. هسمع نفسي اكتر، هطور من نفسي اكتر، هتعلم كتير. بدعي وهسمع بودكاست اكتر في المجالات اللي انا عندي مشكلة فيها. عندي مشكلة في الحدود، اسمع كل البودكاست اللي بتتكلم عن الحدود. عندي مشكلة في التربية، اسمع كل البودكاست اللي بتتكلم عن التربية. تعليم ببلاش اهو. عندي مشكلة في العلاقة في الصلاة، اسمع كل البودكاست اللي بتتكلم. هو انا مشكلتي مش عارفة اظبط الصلاة ليه؟ ما تحرقوا بنزين عليا انا. انتوا بس لو قعدتوا تشوفوا احنا محتاجين ايه انا وانا، والله يا دوب كده هو حياتنا تكمل على كده يعني، وهنموت واحنا لسه ما خلصناش المشاكل اللي عندنا اللي بنحلها. اسمع اكتر للناس اللي بحبهم وبثق فيهم. فده يتطلب يا أمنية إن أنا يبقى عندي في دايرتي ناس بحبهم وبثق فيهم. الله يكرمك يا سالي. احنا زي ما وعدتكم، احنا بدأنا 7 خلصنا 8. من الحاجات اللي أنا ببص بنفسي بيها قوي 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 لما أخلص أون تايم، أوعد إن أنا أخلص أون تايم وأخلص أون تايم. وأتمنى قبل ما أخلص أون تايم إن أنا أكون جاوبت على السؤال، وإن أنا أكون لمست عقل وقلب كل حد ولو بنسبة مش 10%، 1%. أنا راضية يا ستي. يا ستي أنا راضية. عشان ما تبقوش ضيعتوا وقتكم على الفاضي. فشكرا جزيلا. والمغرب بيدنا في مصر، فالدول اللي بره بقى يعني نقوم بقى نتوضى كده ونصلي. وألقاكم إن شاء الله يوم الثلاث اللي جاي الساعة 7. بعتذر لكل الناس اللي حاولت تدخل، وما هو بعد ال 500 ما بيدخلش حد، معلش. حقكم عليا. وهو مسجل وهحط التسجيل. والناس اللي بتحضر النهارده لأول مرة هبعت لكم بقى ايه بلاي ليست، لان انا كل التسجيلات بحطها على بلاي ليست كده فيها كل الحلقات. فدي الحلقة ال 12، تقدروا ترجعوا لل 11 حلقة اللي فاتوا وتحضروا معانا كل يوم ثلاث الساعة 7 مساء. تبعتوا لنا كل الأسئلة اللي احنا بناخد الأسئلة المكررة وبناخد منهم سؤال وبنجاوب عليه في كل محاضرة. أتمنى أني أكون قد وفقت في الإجابة. وأشكركم شكرا جزيلا، وأشوفكم دايما 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 في أحسن حال، والسلام عليكم.